ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب البحريني الآن، وبطاقة صفراء على قصي منير، بطاقة صفراء على قصي منير. ليش قصي؟ ليش قصي؟ واللقطة الماضية اعتقد بأن حكم المباراة أراد أن يعوض فيها المنتخب البحريني عن ركلة الجزاء المهدرة في شوط المباراة الأول، أو ركلة الجزاء عفوا اللي ما احتسبها في شوط المباراة الأول. عموما اسماعيل عبد اللطيف يبحث عن أول أهدافه في بطولات كأس الخليج هنا من خلال ركلة الجزاء القادمة لمصلحة المنتخب البحريني. حقيقة لا زال الجدل التحكيمي مستمرا، واعتقد في اللقطة الماضية حكم المباراة كان يبغي يعوض البحرين عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب في شوط المباراة الأول. عموما خطأ الآن، ركلة جزاء، اسماعيل يبحث عن التقليص، يلعبها في الجول، جول! هدف تقليص الفارق الآن لمصلحة المنتخب البحريني عن طريق اسماعيل عبد اللطيف. سلمان شريدة، هدف ممكن حسابيا بعد